السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نخفي الجامب كات. بس في الاول، هو يعني ايه الجامب كات؟ زي كده بالظبط. الجامب كات بيحصل لما بنقص جزء من فيديو متصل عشان تنقله من نقطه لنقطه ثانيه ابعد في التايم لاين. بيستخدم في الافلام عشان تعبر عن مرور وقت طويل من الزمن في مده قصيره في الفيلم. وبنستخدمها بشكل شائع في فيديوهات السوشيال ميديا واليوتيوب عشان نشيل الغلطات والسكتات اللي في الفيديو، وده عشان نوصل المعلومه بشكل اسرع. بس لما بنشوف النوعيه دي من الكاتس بشكل متكرر، ساعات بتحس انك متضايق من الفيديو اللي انت بتتفرج عليه. فيلا بينا نشرح بكام طريقه ذكيه ازاي نخفي الجامب كات. اول طريقه انك تزيف وجود زاويه مختلفه من نفس الكادر، او زي ما بنقول بنعمل ريفريم للشوت. زي ما احنا شايفين كده، هنا باين قوي ان في جامب كات. تمام، بنيجي على الفوتج اللي بعد الكات وبنعمل له سكيل. بالتالي لما الكات بيحصل بيبان كاني نقلت لزاويه تانية خالص. بس ملحوظ، عشان تنفذ الطريقه دي تحاول تصور الفيديو بتاعك بجوده عاليه 4K مثلا، عشان خاطر لما تيجي تعمل زوم الجوده ما تقلش معاك. واعتقد الطريقه دي ما فيهاش اي صعوبه، بس احنا ممكن ناخدها بشكل ابعد شويه، زي ان احنا نغير البوزيشن بتاع الكادر. يعني نيجي عند البوزيشن هنا ونغيره يمين او شمال. هنا هنغيره يمين شويه، وننزل تحت شويه، فبالتالي يحصل كاني رحت لكادر جانبي خالص من الشوت. تمام، وممكن بقى نلعب فيها اكتر وانقل هنا الستارت فريم وهو البوزيشن الكادر بتاعي في اليمين، والاند فريم انقله للشمال شويه. فبالتالي لما يحصل الكات زي ما احنا شايفين كده، يبان كأن في حركة في المشهد. بالرغم من ان الطريقة دي سهلة، بس حاول ما تستخدمهاش كتير عشان المشاهد ما يدوخش منك. تاني طريقة اني بخفي القط عندي بلاير تانية بنسميها الاوفرلاي، وممكن سهل جدا تسرش عنها على اي موقع او حتى على اليوتيوب بترانزيشن اوفرلاي. في اشكال كتير للاوفرلاي. هو فيديو عبارة عن اضاءة او بيرن على خلفية سوداء. كل اللي انا بعمله ان انا بحدد اللاير بتاعت الترانزيشن عندي او الاوفرلاي اللي عندي، وانقل البليند مود بتاعتها لسكرين. فبالتالي لما انقل القط بتاعتي فيحصل الشكل اللي احنا شايفينه. وبرده زي ما قلنا في اول طريقه، حاول ما تكترش منها عشان كتر الشيء بيبوخ. الطريقه الثالثه انك تضيف حاجه اسمها البي رولز على الفيديو بتاعك. بس الاول، ايه هو البي رول؟ في العادي لما بنصور فيديو للسوشيال ميديا زي كده، فاللقطه الاساسيه اللي بتكلم فيها هي الاي رول. بس في اوقات كتير هحتاج احط مشاهد تانية وانا بتكلم عشان توضح النقطه اللي انا بتكلم فيها. وممكن يكون البي رول ده فيديو انت مصوره بنفسك، وممكن كمان يبقى ستوك فيديو انت جايبه ومنزله من على الانترنت. وعشان تحط البي رول بشكل يداري على القطعه اللي عندك، لازم تحطه بحيث يكون قبل القط بتاعك بفريمين 3. رابع طريقه ان نعمل زوم ان عند القطعه، ودي بنعملها ازاي؟ بعمل نيو ادجستمنت لاير واحطها فوق القط عندي، وبعملها برضو بمقاس ان هي تكون قبل القط عندي بفريمين 3، واجيب افكت اسمه ترانسفورم، واحطه على الادجستمنت لاير بتاعتي، واروح عند افكت كنترولز، واجي عند سكيل وبوزيشن، واحط كي فريم هنا وكي فريم هنا، واجي بعد الكت بتاعي بفريمين برضو، واجي احط برضو اتك عند النقطه دي اد كي فريم، والنقطه دي اد كي فريم، واقوم جاي عامل سكيل واغير البوزيشن. فبالتالي لما اجي اشغل الفيديو بتاعي الاحظ ان حصل زوم ان عند القطعه، بس انا ما زلت شايف القطعه بشكل ما. فهنا بعمل حاجه اسمها اعلي الشطر انجل عندي. فهنا بعملها، ممكن اعليها للاخر عادي، ما عنديش مشكله، ممكن اوصلها حتى ل 360. فبالتالي لما بحرك هنا انا حاسس ان الحركه او الزوم عندي بطيء شويه، فممكن اقرب المسافه ما بين الاتنين كي فريم. وممكن عشان اعمل الحركه سموث شويه اعمل سيلكت على كل الكي فريمز اللي عندي، وادوس كليك يمين، واجي عند تمبرال انتربوليشن واجي اعمل بيزير. وممكن كمان اغير، كمان اعمل ريفريم للشوت زي ما عملنا في اول طريقه، وهو اني اغير البوزيشن شويه، اخليه يمين او شمال. فبنلاحظ برضو ان حصل انتقال بشكل سموث جدا ما بين الشوتين. وممكن عشان اخفي اكتر القطعه، ممكن اجي ما بين الشوتين هنا واقوم جاي ساحب المربع ده كده على بعضه، فبالتالي الشوتين يعملوا بلند مع بعض فما لاحظوهاش خالص.
زي ما احنا شايفين كده. نيجي بقى لاخر حاجه عشان نخفي القط عندي، وهي اني احط ساوند افكت. وهنا اكتر ساوند افكت بنستخدمه وهو حاجه اسمها الووش، وده سهل جدا تسرش عليه زي ما احنا شايفين كده. ده الساوند افكت، بحاول احطه على قد ما اقدر عند الانتقال بالظبط. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. بس قبل ما انهي لازم اقول لك ان الطرق ديت ما ينفعش تستخدم واحده منهم في الفيديو بتاعك على طول الخط، يعني نوع مره كده مره كده مره كده، بحيث ان المشاهد بتاعك ما يملش وهو بيتفرج على الفيديو بتاعك. لو عجبك الفيديو ده وحابب نشرح حاجات اكتر في المونتاج، اعمل لايك واكتب لي في الكومنتات، وكمان ما تنساش تعمل سبسكرايب. سلام.